السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكل متابعينا الكرام. تنتمنى لكم إن شاء الله دوام الصحة والعافية. تنشكر كل المتابعين اللي تدعموني على هذه الصفحة، شكر جزيل. المنتخب الوطني المغربي متابعة المقابلات ديال المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة المشارك في نهائيات قطر كأس العالم بقطر هذه السنة. فبعد تأهل المنتخب الوطني المغربي في لقاء واحد اللي كان لقاء كالدونيا اللي عرف عودة المنتخب المغربي بقوة رغم أنه كان منهزم خلال المقابلة الأولى والمقابلة الثانية، لكن العودة كانت قوية بفوز كبير وصل ل 16 هدف أمام كالدونيا. المنتخب المغربي بعد هذا التأهل إلى دور 32 فغادي يواجه المنتخب الأمريكي أو منتخب الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو منتخب قوي، منتخب عنيد بالنظر للنتائج اللي حصل عليها في المجموعة ديالو، سواء في اللقاء الأول أمام التشيك اللي انتصر فيه بهدف ل0، ثم اللقاء الثاني أمام طاجيكستان اللي انتصر فيه ب2-1، ثم اللقاء أمام بوركينا فاسو اللي انتصر فيه بهدف ل0. فالمنتخب الامريكي القوه ديالو هو انه الشباك ديالو اهتزت مره واحده، يعني تسجل في الشباك ديالو هدف واحد فقط في هذه 3 ديال اللقاءات، ثم هو سجل هدفين امام طاجيكستان، ثم الهدف امام التشيك وهدف امام بوركينا فاسو، 4 الأهداف. فالقوه الهجوميه للمنتخب الامريكي يعني عنده هجوم قوي رغم انه واجه منتخبات قويه، الا انه هجوميا تمكن انه يسجل في اللقاءات ب3. كذلك المنتخب الامريكي يعني اللي تيفسر انه ما تلقاش الا هدف واحد خلال 3 المواجهات، فعنده حارس قوي وحارس ممتاز، تدخلاته يعني في المستوى العالي. فالمنتخب الامريكي بدنيا يعني اللاعبين واقفين في الملعب، كذلك السرعه، عندهم سرعه في الاختراق وسرعه في الهجمات المرتده، وهذا الشيء اللي تيفسر كيفاش انهم تمكنوا يسجلوا أهداف خلال المقابلات ب3. فلازم على المنتخب المغربي إن شاء الله أن هذه المسألة تتخذ بعين الاعتبار من قبل المدرب نبيل باها. فسرعة الاختراق لازم أن يعني المدرب ياخذ باله من هذه السرعة ديال اللاعبين، لأن السرعة تخلق واحد الفارق بين اللاعبين، ومن الصعب أنك تواجه لاعب اللي هو سريع عليك. فالمدرب هو اللي عنده الحل السحري لكل هذه الخطورة اللي تيمثلها المنتخب الأمريكي. كذلك الاندفاع البدني، كذلك المنتخب الأمريكي يعني منتخب اللي هو تلعب بذكاء وتحصل على الانتصارات، تعرف كيفاش أنه ينهي المقابلات بانتصارات، ولو أنها تظهر لنا على أنها انتصارات ب1-0 أو 2-0، ولكن في الأخير تتسمى انتصار، الفوز ماشي هو الهزيمة. فالمنتخب الوطني المغربي خلال المقابلة الأخيرة أمام كالدونيا هذا هو المنتخب اللي تنتكلموا عليه، تنتكلموش على المنتخب اللي جرى اللقاء الأول أمام اليابان، والمنتخب اللي جرى أو لعب اللقاء الثاني أمام المنتخب البرتغالي. فتنتكلموا على المنتخب أو التشكيلة اللي لعب بها المدرب نبيل باها أمام منتخب كالدونيا الجديدة، اللي هي تشكيلة قوية، تشكيلة اللي يمكن أنها يعني تحقق نتائج كبيرة مع معظم المنتخبات ومع أقوى وأعتى المنتخبات. فمن الناحية الهجومية عندهم إمكانيات كبيرة، في وسط الميدان إمكانيات كبيرة، الحارس متميز، الحارس ما شاء الله يعني بحضور دفاع قوي، بحضور يعني وسط الميدان قوي، وبحضور كذلك مهاجمين في المستوى العالي. حتى الحارس تيكون يعني في المستوى العالي وما تيكونش عليه واحد الضغوط كبيرة اللي يمكن أنها تخليه يرتكب العديد من الأخطاء. المهم أن المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الأمريكي. تنتمناو إن شاء الله الفوز للمنتخب المغربي الأقل من 17 سنة في هذه المقابلة اللي غادي تكون مفتاحية، والفوز ديال المنتخب المغربي إن شاء الله أمام المنتخب الأمريكي يعني غادي يعزز القوة ديال المنتخب، وغادي يأكد على قوة المنتخب المغربي يعني وعلى الانتصار أمام المنتخب الكالدوني أنه ما كانش صدفة، وغادي يأكد على أنه كان انتصار مستحق. المهم أن المقابلات اللي غتكون في هذا الدور غادي نعطيها لكم يعني بالترتيب. المنتخب الأرجنتيني سيواجه المنتخب المكسيكي، المنتخب البرتغالي يواجه المنتخب البلجيكي. المنتخبين يعني الأرجنتين المكسيك
البرتغال بلجيكا، فالمنتصر غادي يواجه، يعني المنتصر في هاد اللقاءين غادي يواجه يعني المنتصر في اللقاء الاول غادي يواجه المنتصر في اللقاء الثاني. سويسرا مصر، المنتصر غادي يواجه ايرلندا كندا. ثم اللقاء ديال المنتخب المغربي الولايات المتحده زامبيا مالي، المنتصر في هذه اللقاءين سيواجه، يعني المنتصر في لقاء المغرب الولايات المتحده سيواجه اما مالي واما زامبيا. المنتصر في لقاء البرازيل باراغواي سيواجه المنتصر في لقاء فرنسا كولومبيا. المنتصر في لقاء أستريا النمسا تونس سيواجه المنتصر في لقاء كوريا إنجلترا. والمنتصر في لقاء فنزويلا بوركينا فاسو سيواجه المنتصر في لقاء اليابان جنوب إفريقيا. المنتصر في لقاء إيطاليا كازاخستان يواجه المنتصر في لقاء كرواتيا أوزباكستان. المنتصر في لقاء السنغال أوغندا سيواجه المنتصر في لقاء ألمانيا بوركينا فاسو. هذه هي المقابلات اللي غادي تجرى. تنتمنوا ان المنتخب المغربي يفوز على المنتخب الامريكي ويواجه اما زامبيا او مالي ان شاء الله، وتنتمنوا حظوظ وافره لمنتخبنا اقل من 17 سنه في هذا الاستحقاق. الى اللقاء.